تعالي اما اقول لك بقى. لو رحت السوق، سوق السمك في اي مكان، ده سوق السمك بتاع دمياط، في سوق السمك في كل بلد، تمام. روحي بالليل، مش معاكي فلوس، المستوى المعيشة عندكم ضعيف جدا، بالليل بيبقى السمك بيبقى حلو. مش تقولي لا تنقية الناس، لا، مفيش حد بينقي، الراجل هو اللي بيجيب السمك وهو اللي بيوزنه. خلاص تمام. طيب هنقول الفوارق وبعد كده هقول لكم المعلومات اللي تفيدكم باذن الله. تيجوا تشتروا السمك اشتروه بالليل، بيبقى سعره هادي شويه ومبقاش غالي زي اول النهار. شوفوا بقى بيفتحوا السمكه ازاي ويطلعوا منها الكافيار او البطروخ. شوفوا بالمنظر ده الراجل بيقول له خدي اعمليها انت وجربي. قلت له لا، انا هصورك بس، لكن انا مش همسك السمك ولا هظفر ايديا ولا هقطع حاجه. فشوفوا بقى بيقطعها ازاي علشان يطلع الكافيار او البطروخ سليم من غير ما يتعمل منه اي حاجه. فوارق. لكن لو شوفوا بالمنظر ده، بس اهم حاجه تكون سكينه حاميه. شوفوا المنظر ده سهل وجميل جدا، وشوفوا كامل على بعضه. فرصة دي على اسماك الحاج محمد عايز ابو اسد. فرصة دي. اهلا وسهلا. الحاج محمد ابو اسد. الفوارق دي بكام؟ طيب هي البطاطا بكام؟ منين؟ ايش بتاعتنا بتاع صاحب السمك. يا عم السمك يا عم عشان تمسك طب السمك كله ببعضه؟ السمك بني عم بتابع اللقاء ولا بتشتغل اللقاء؟ السمك كله ببعضه. الله يبارك. الولا العسل ده بصراحة انا ما اعرفوش، هو الناس بتشتري. تمام. شفتوا بقى بيفتح السمك ازاي وبيطلعه ازاي. انا حبيت برضو اوريكم، وحبيت برضو اسمعكم صوته اللي بيباع السمك واجواء سوق السمك. روحي واتفرجي، وان شاء الله هيعجبك السمك كله، واختاري اللي انت عاوزاه. وحبيت برضو اعمل لكم صور تتفرجوا برضو عليها. وفي انواع سمك على فكرة يا جماعة رخيصة، يعني في انواع سمك ب25 جنيه، في ب35، في ب30. روحي صدقيني وهيعجبك قوي الاسماك في سوق السمك، غير ما تشتري من محلات تانية. سوق السمك بصراحة فيه كل حاجة انت عاوزاها. شوفي دي المكرونة بس صغيرة، في منها جوه هي كبيرة، يعني اغلى من 35 جنيه دي. تمام. دي الصغيرة، في كبيرة تانية، في اسماك تانية ورخيصة قوي.